السلام عليكم الإخوة الكرام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله عندنا موضوع حول معرفة أنثى الحسون لديك إن كانت جاهزة أم لا. لأن هناك أخي الكريم لاحظت أن هناك بعض المفاهيم خاطئة لدى المربي، ينتظر حتى يصبح لون منقار أنثى الحسون وردي، وينتظر حتى تتخذ وضعية تلقيح أمامه، وهنا أخي الكريم يقعد ينتظر حتى يقترب نهاية الموسم في الانتهاء ويضيع الموسم، أو يعني ينتج متأخر ويكون عنده بعض المشاكل. المهم أخي الكريم، إناث الحسون هنا تختلف، هناك من تتخذ الوضعية أمامك، هناك من لا تتخذ الوضعية حتى يعني تطلق معها الذكر وتحطها في قفص تزاوج ويجهز عنقود البيض لديها، ومع الفجر أخي تتخذ وضعية تلقيح. والمنقار هنا أخي الكريم السواد هذاك كاين وين الأنثى حتى تنتج البطن الثاني أو حتى تبدأ في الإنتاج. هناك عاد تلاحظ أن المنقار أصبح وردي، وهناك من لا يصبح أبدا منقارها يعني وردي، يبقى أسود. المهم أخي الكريم تبع الفيديو حتى النهاية باش تستفاد، يعني ماشي تتفرج نص دقيقة ولا دقيقة وتخرج من الفيديو وما غادي تدي والو. المهم تبع الفيديو تدي إن شاء الله. المهم أخي الكريم، أنثى الحسون لديك راك حاطها في البيت، تبدأ تلاحظ في الآونة هذه، تبدأ تشوف يعني رانا في موسم التكاثر، رانا في الربيع، يعني موسم تكاثر الطيور بصفة عامة. تلاحظ أخي الكريم الحاجة الأولى اللي تلاحظها أن أنثى الحسون تغرد يعني بشكل مرتفع قليلا عن المعتاد، وفي اليوم الكامل تشوفها تغرد وقت يعني غير طبيعي عن العادة. في العادة مضاري تغرد قليلا، التغريد تاعها يكون كثير. الأمر الثاني تلاحظ أخي الكريم عندما الأنثى تسمع ذاكر، سواء يعني ذاكر في غرفة أخرى أو ذاكر معها في الغرفة أو من الهاتف، تلاحظ باللي الأنثى ترد على صوت الذاكر، يعني لما تسمع التغريد ترد مباشرة. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية تلاحظ في المنقار بداية اللون، تشوف باللي المنقار بداية تغير اللون في الجهة العلوية، تشوف باللي اللون يصبح وردي، مشي كامل، مشي المنقار كامل، تلاحظ باللي بدا التغير، تلاحظ سواء في النصف أو باقي يعني قليل من السواد، أو في نصف المنقار سواد والنصف الآخر وردي. هنا أخي الكريم أنت غادي تلاحظ الأنثى تاعك. العلامة الثالثة، هذه العلامة أنا شخصيا نستخدمها كي نبغي يعني نطلق لي كوبل مع بعضهم. شدير أخي الكريم، توضع الأنثى في قفص التزاوج، تحط لها عش، تحط لها مواد التعشيش، وتبدأ تلاحظ فيها في ظرف 3 أيام 4 5 أسبوع، تلاحظ أن الأنثى تمسك مواد تعشيش وتطلع للمشتم وتبدأ ترفرف بالأجنحة، وتسيبها كثيرة الحركة في القفص، تنتقل من جهة العش، تنتقل المشتم الجهة الأخرى، يعني تبدأ تروح وتجي. وتلاحظ أيضا أنها تفكك مواد التعشيش، مشي ترفدهم فقط، تفككهم أيضا. وتلاحظ أنه في اليوم الكامل تشوف وقتها 70 إلى 80% من الوقت تاعها تفكيك مواد التعشيش واللعب بها والذهاب في اتجاه العش، ماشي شرط تدخل تشوفها تروح في العش، تروح يعني بالجانب القفص الآخر تعاود. هنا أنثى ماذا تفعل؟ أنثى راها يعني تقرأ في مكان، هي تقرأ في مكان وضع البيض تاعها، تبدأ تلاحظ يعني مكان المناسب لبناء العش ووضع البيض. والخطوة الأساسية اللي نتكلموا عليها في مواضيع قادمة إن شاء الله، وتكلمنا عليها في مواضيع سابقة، هي الأمان. المهم موضوع تاعنا اليوم ماهوش في الأمان، الموضوع اليوم يا أخي الكريم ما تنتظرش أنثى الحسون منقارها يصبح وردي وتتخذ وضعية تلقيح أمامك. يعني أخي الكريم ما تضيعش وقتك، الوقت هنا ما تضيعش. كي تكون عندك أنثى بهذه الصفات أطلق عليها الذكر، وصبر، الصبر وعدم الإزعاج.
حطها في الغرفة وابتعد تماما، يعني يعطيهم الأكل والشرب وابتعد تماما عن إزعاجهما. يعني خليهم وحدهم غادي يتكاثروا ويتزاوجوا بإذن الله وما تقلقش. وكاين واحد الأخ سألني في تعليق قال لي الذكر مات لي بقات لي أنثى، اسكو نجم إذا نقدر نجيب ذكر آخر ونزوج؟ نعم أخي تقدر عادي. أنا شخصيا في كل موسم ولعدة سنوات نجيب ذكر من جهة وأنثى من جهة، ونجيبهم يعني في شهر جونفي أو فيفري أو مارس أو أفريل يا أخي، وننتج عادي. هنا تبقى في الصبر وعدم الإزعاج والعناية وتنتج عادي أخي الكريم. وراه يكون عندنا موضوع إن شاء الله القادم يكون حول التزاوج، حول الإناث الحسون، يكون واحد بعض المعلومات تكون مفيدة، كاين اللي يعرفها وكاين اللي ما يعرفهاش، وإن شاء الله الفائدة تعم على الجميع ونحافظوا على هذا الطير من الانقراض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.